لو انت من الناس اللي بتحب المسدسات يبقى الفيديو ده معمول ليك، ولو عمرك ما مسكت مسدس قبل كده واول مره بتفكر تشتري اول واحد ليك، استنى ما تتسرعش غير لما تشوف الحلقه دي. النهارده هنتكلم مع بعض عن كل حاجه لازم تبقى عارفها كمبتدئ في عالم المسدسات، خطوه بخطوه بدون تعقيد، علشان لما تيجي تمسك سلاح تبقى عارف انت بتعمل ايه كويس. وطبعا اول حاجه باكد عليها وهي اهم حاجه في السلاح هو الامان. السلاح مش لعبه، مش حاجه تتباهى بيها قدام الناس. السلاح ده قاتله لازم تتعامل بيها بعقل. اهم 4 قواعد معانا: اول حاجه عمرنا ما نوجه السلاح ناحيه حد حتى لو كان السلاح فاضي. تاني حاجه لازم صباعك يكون بره الزناد لحد ما تكون ناوي تضرب. تالت حاجه السلاح دايما تتعامل معاه كانك معمره وجاهز للضرب. رابع حاجه لازم تعرف انت شايل السلاح ليه وهي هدفك. لو قدرت تحفظ ال4 قواعد دول انت كده في امان. اول نوع هنتكلم عليه النهارده من المسدسات هو السيمي اوتوماتيك اللي بيبقى فيه خزنه وبيتعبى تلقائي بعد كل طلقه. المبتدئين اغلب الوقت يرتاحوا مع المسدس ده لانه اسهل في التعبئه وسعه الطلقات فيه اكتر، واشهر نوع طلقات بيركب عليه هو طلقات ال9 مللي. وبعدين هنعمل عن الطلقات حلقه كامله، نتكلم عن اجزاء المسدس الاساسيه ونشرحها بالتفصيل جزء جزء. اول جزء معانا سلايد، ده الجزء اللي بيتحرك وبيساعد في تعبئه الطلقه. تاني جزء معانا ده الزناد اللي هو التريجر، ده اللي بتدوس عليه عشان الطلقه تطلع. تالت جزء معانا هو الهامر وده اللي بيضغط على ابره ضرب النار. رابع جزء معانا هو الخزنه وده اللي بتحط فيه الطلقات. خامس جزء معانا وهو شامبر وده البيت الداخلي اللي بتحط فيه الطلقات اللي هتتضرب. دلوقتي هنشرح طريقه التعامل مع المسدس. اول ما تمسك مسدس اول مره لازم تعمل الخطوات اللي هقول لك عليها. اول خطوه اتاكد انه فاضي، شد الاجزاء وبص ان مفيش طلقه جوه الماسوره. تاني حاجه لو في خزنه شيل الخزنه من المسدس. تالت حاجه شيل صباعك من على الزناد للامان. رابع حاجه درب نفسك على مسكه المسدس الصح ودي هنشرحها برضو بعدين. خامس حاجه اتدرب على التصويب بدون ضرب نار عشان يبقى عندك ثقه في نفسك. كل ده اعمله وانت واقف في مكان امن بعيد عن الناس. ودلوقتي هنتكلم ازاي تعمر المسدس. اول حاجه لو حطيت الخزنه كده انت لسه المسدس مش جاهز، لازم تشد الاجزاء لورا وتسيبه. دي الحركه اللي بتدخل الطلقه في الماسوره. ولو عايز تتاكد ان في طلقه جوه الماسوره شد الاجزاء شويه وبص جوه الماسوره، لو شايف لون النحاس يبقى دي الطلقه، كده انت جاهز للضرب. ودلوقتي هنقول شويه نصايح للمبتدئين لازم يسمعوها كويس علشان هتفيدهم. اول حاجه لازم تاخد دوره تدريب على ايد مدرب علشان لازم تتعلم عملي كويس جدا. وانت شايل المسدس لازم تحافظ على امانك وامان اللي حواليك، ما تصوبش المسدس في اتجاه اي شخص حواليك، ولازم لما تيجي تعين المسدس تعينه في مكان امن جدا. ولو هتستخدمه كتير لازم تخلي بالك من تنظيفه، تنظفه بصفه دوريه، تنظفه اول باول علشان ما تحصلش مشاكل على المدى البعيد. ليه دايما بنطلع الخزنه الاول من المسدس؟ لو شديت الاجزاء وطلعت الطلقه من فوق ولسه الخزنه جوه السلاح ممكن يسحب طلقه تانيه من الخزنه، علشان كده لازم نشيل الخزنه الاول من المسدس وبعد كده نشد الاجزاء نشوف فيه جوه طلقه ولا لا. الفرق بين المسدس السيمي اوتوماتيك والمسدس الاوتوماتيك: المسدس السيمي اوتوماتيك لازم تدوس على الزناد كل مره عشان تضرب طلقه، انما المسدس الاوتوماتيك بتدوس على الزناد مره واحده وهو بيفضل يضرب طلقات ورا بعض طول ما صبعك على الزناد. في فرق كبير بين النوعين في التحكم والدقه والامان. ازاي تحط الطلقات في الخزنه؟ امسك الخزنه في ايدك الضعيفه وهات الطلقه في ايدك القويه. هتضغط بايدك الطلقه لجوه من اعلى الخزنه لتحت وتفعل اللي وراه. هتحط الطلقه اللي بعد كده بنفس الطريقه ولكن هتبقى اصعب شويه عشان الضغط بتاع سوسته الخزنه. المسدسات الحديثه بيكون فيها اجزاء بتتركب لها اضافيه، ممكن تركب كشاف او ليزر في تريجر سيفتي وده بيمنع الضرب لو الزناد اتضغط عليه. ازاي اروح اختار اول مسدس ليه؟ هل اروح اشتري الاغلى ولا اشتري اشهر ماركه؟ هعرفك ازاي تختار مسدسك بالعقل وبالخبره كمان. في ناس كتير بتشتري السلاح اللي سمع عنه او اللي شكله عجبه، بس الحقيقه المسدس اللي يناسبك انت ممكن ما يمشيش مع غيرك، والعكس. اختيار السلاح بيتوافق مع 1 حجم ايدك، 2 قوتك البدنيه، 3 انك هتستخدمه في ايه؟ تدريب ولا دفاع عن النفس ولا مجرد هوايه؟ المسدسات ليها 3 احجام اساسيه. اول واحد الفول سايز، مسدس كبير ومريح في الضرب ولكن صعب تشيله. 2 مسدس كومباكت، مسدس متوازن بين الحجم والسعه، مناسب للناس اللي بتتحرك كتير. ثالث حاجه ساب كومباكت،
مسدس صغير جدا وسهل الاخفاء، بس التحكم فيه اصعب شويه، ولو انت مبتدئ دايما بننصح ان انت تبدا بكومباكت علشان التحكم فيه بيكون اسهل وفي نفس الوقت خفيف. ودلوقتي هنشرح خامات المسدس بتبقى بلاستيك ولا معدن. في ناس بتفضل المسدسات المعدن لانها تقيله وما فيهاش ارتداد كبير، وفي اللي بيحب البوليمر لانها خفيفه وسهله الحمل. مسدسات المعدن زي السي زد والبريتا، ودي مسدسات بتديك احساس بالفخامه. مسدسات البوليمر زي جلوك مناسب اكتر للاستخدام السريع. الخلاصه الاتنين كويسين جدا، بس انت بتختار على حسب راحتك الشخصيه. بالنسبه للزناد، هو واحد من اهم الحاجات اللي هتفرق معاك في المسدس. الزناد في منه نوعين، خفيف وتقيل. اول واحد ده الشورت تريجر، ده الزناد الخفيف زي اللي موجود في المسدس الجلوك، وده بيناسب بتوع الرمايه اكتر. تاني واحد معانا الزناد التقيل اللي هو الدبل اكشن، وده موجود في مسدسات كتير تانيه، امن اكتر لكن محتاج قوه ضغط اعلى. دايما لازم تجرب بنفسك وتحس الضغط بايدك قبل ما تشتري اي مسدس. دايما قبل ما تشتري اي مسدس حاول تروح ميدان تدريب وتجرب اكتر من مسدس، ده يبقى حل ممتاز ليك. هقول لكم كام نوع مسدس دول كويسين جدا للمبتدئين. اول واحد الجلوك 19، سهل التدريب عليه وسهل تنظيفه، المسدس ممتاز جدا. تاني واحد معانا زيفزاور بي 320 كومباكت، سهل استخدامه ووزنه متوسط. ثالث نوع معانا السي زد، جوده ممتازه. رابع مسدس معانا والتر، زناد ممتاز وارتداد بسيط. كل مسدس فيهم ليه مميزاته، بس دول فعلا بيشتغلوا كويس جدا مع اي مبتدئ. نصيحه ليك قبل ما تشتري اي مسدس، ما تستعجلش وخد وقتك في التجربه. اتاكد ان السلاح اللي هتشتريه متوفر له طلقات في بلدك. شوف لو ليه قطع غيار او اكسسوارات ممكن تلاقيها بسهوله. ما تشتريش ارخص حاجه، بس برضو ده ما يمنعش ان الاغلى مش في كل الحالات هو افضل. بس وكده يبقى قلنا كل حاجه بالنسبه للمسدسات السيمي اوتوماتيك. تاني نوع معانا هنتكلم عليه النهارده هو النوع المسدسات الساقيه. اشهر انواعها سميث اند ويسن. لو انت هتشتري مسدس ساقيه لازم تعرف الاطار الصح ليه، لان في انواع منه كتير لازم تفهمها وتعرفه. اول نوع جي فريم، تاني نوع كي فريم، تالت نوع اكس فريم. في الثلاثينات والاربعينات شركه سميث اند ويسن عملت اول اطار صغير لمسدس ساقيه، كان بيشيل 5 أو 6 طلقات عيار 32. المسدس كان خفيف وصغير جدا. بعد فتره الاطار ده اتطور وبقى اسمه جي فريم، اللي يعتبر اكتر اطار مشهور للمسدسات الصغيره لحد النهارده. بالنسبه للمسدس الساقيه هو مسدس خفيف. تاني نوع معانا الاطارات المتوسطه اللي هي كي فريم، ده الاطار اللي كان شائع في الجيش الامريكي والشرطه لفتره طويله. اغلب الوقت كان بيبقى 6 طلقات، حجمه متوسط متوازن بين القوه والتحكم. ثالث نوع معانا وهي الاطارات المتوسطه الكبيره ال فريم، تقدر تقول عليه اطار نص كبير ما بين الكي والان اللي هنشرحه بعد كده. مناسب جدا للناس اللي عايزه قوه بس مش عايزه وزنه يعتبر متوسط. رابع حاجه معانا وهي الاطارات الكبيره زي الان فريم، وده استخدموه في العيارات الكبيره زي ماجنوم 41 وماجنوم 44. مميزاته قوته اعلى، مناسب للتصويب، حجمه اكبر. بالنسبه للمسدسات السابقه خامس اطار معانا هو الاطار العملاق الاكس فريم، تم تقديمه سنه 2006، وده اطار عملاق بالنسبه لكل الاطارات السابقه. استخدموه في صيد الحيوانات زي الدببه والخنازير، وفي ناس بتستخدمه كاستعراض قوه مش اكتر من كده. سادس اطار معانا وهو الاطار التجريبي زد فريم، هو اقلهم شهره ولكن متوفر، استخدامه بيكون اكثر في الدفاع الشخصي القريب. الخلاصه دلوقتي بعد ما شفت كل الاطارات لازم تعرف انت بتدور على ايه فيهم. لو حمل خفيف خليك في الجي فريم، دقه وتصويب خليك في الكي فريم والال فريم. بالنسبه للقوه الان فريم والاكس فريم. واهم من كل ده لازم تجرب بنفسك وتمسك المسدس بايدك وتعرف يمشي معاك ولا لا. بالنسبه لانظمه الامان، في موديلات بيبقى فيها المفتاح اللي بيقفل الزناد، وفي موديلات ما فيهاش اي قفل، بتعتمد على نوع الزناد. وبالنسبه للترشيحات اللي بفضلها حسب استخدام المسدس الساقيه، ولو انت بتحب الرمايه يبقى ال فريم والكي فريم هيديك دقه ممتازه، ولو انت صياد يبقى انسب حاجه ليك الاكس فريم والان فريم. وبكده نكون قلنا كل حاجه بالنسبه للمسدس الساقيه. لو بتفكر تشتري مسدس ما تشتريش قبل ما تتفرج على الحلقه دي. وفي نهايه الحلقه ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد، ومستنيكم في الحلقات الجايه.